ناس كتير كانت بتتمنى تعيش في العصر الفيكتوري، وانا واحدة منكم لغاية لما عرفت حقيقته المظلمة. اول حاجة بتيجي في دماغنا عن العصر ده هو الفساتين الشيك والبيوت الجميلة. بس هل كنتوا تعرفوا انه بسبب الفساتين دي بنات كتيرة كانت سنانها بتقع، وده كله كان بسبب الكرسي اللي كان بيبقى ضيق جدا عليهم لدرجة ان يخلي معظم سنانهم تقع، وده كان شيء عادي جدا وطبيعي في الوقت ده. والبيوت الجميلة اللي كنا بنشوفها في الصور، هل كنتوا تعرفوا ان هما كانوا قبل المجاري الحديثة كانوا بيرموا الفضلات بتاعتهم في الشارع من الشباك؟ لدرجة ان في سنة 1858 اتملى نهر التايمز بالفضلات لدرجة ان السياسيين ما قدروش يقعدوا في البرلمان. والأمل والبراغيث في السجاد والفرش كان جزء من حياتهم اليومية، وكان ان شخص يستحمى في الوقت ده شيء نادر جدا. اما بالنسبة للست المتجوزة، هي كانت تعتبر ملك لجوزها، راتبها كله هو بياخده، ما تقدرش تمضي اي عقود، حتى حضانة اطفالها ما كانش ليها الحق فيها ان هي تاخدها. عقوبة الاعدام كانت بتتنفذ على حاجات تافهة جدا، زي ان واحد قطع شجرة او سرق منديل. والاطفال في الوقت ده كانوا بيتسجنوا مع الكبار، وكانوا برضه بيتسجنوا بسبب حاجات تافهة قوي، زي ان هم ما يروحوش الشغل او يتمشوا في الشوارع. ده حتى كانوا بيسجنوهم بسبب كسلهم، غير ان هم كانوا بيشغلوهم من سن صغير جدا، من اول 5 سنين و12 سنة. ولو فاكرين ان مفيش ابشع من كده، فالعصر ده ما هو إلا جمال من الخارج وقذارة من الداخل. هل بعد اللي عرفتوه ده لسه حابين تعيشوا في العصر ده ولا لأ؟ قولي رأيكم في الكومنتس.